والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم النهارده في فيديو جديد على قناة يوسف تي تي. وفي فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل تصميم لمارفل فيز 4، وكمان هنتكلم عن مارفل فيز 4. كل اللي عليك تعمله هو صلي على النبي وتابع معايا الفيديو. اوكي. ده الفيديو هيبقى كلام في السينما وفي نفس الوقت تصميم فوتوشوب. فلو انت بتحب السينما وكلام السينما ممكن تخلي السماعة في ودنك وتروح تعمل حاجة تانية، مش عايز تتفرج على الدرس. ولو انت جاي هنا عشان درس الفوتوشوب ممكن تكتم صوت الفيديو وتروح تسمع اي حد تاني. اوكي ماشي تمام يعني. اوكي، عايز بس قبل ما ندخل في صلب الموضوع عايز افكرك لا مش هفكرك بحاجه. انا عايز اقول لك انه لو عايز تشوف كواليس صناعه الدرس ده وانا بعمله وانا بصوره، ايه الحاجات اللي حصلت لي وانا قاعد بشتغل فيه، كل ده هتلاقيه على تيك توك. اوكي، وكمان على فكره التصميم ده دي كانت تاني مره اعمله، انا عملته مره قبلها كان هيبقى بشكل تاني خالص غير اللي انتوا شايفينه قصادكم على الشاشه ده. فيعني لو عايز تعرف شكله كان هيبقى ايه ادخل شوف على تيك توك @يوسف تي. فيس 4 خلصت، المرحله الرابعه خلصت. أه... عايز بس قبل ما ابتدي في الكلام عن المرحله الرابعه وتحليلي عن المرحله الرابعه، عايز اعرفكم حاجه اسمها الوعي الجمعي، مثلا نسميه الوعي الجمعي، رأي الأغلبية، فاهم؟ او الرأي الشائع ايا كان بقى هنسميه ايه. طبعا نعذرونا شوية في الفيديو لاني مزكم سيكا، ف في شوية حروف هيبقى مخارجها شكلها غريب. اوكي، الرأي المنتشر طبعا عن فيس 4 ان هي كانت وحشة جدا، مارفل غلطت، ايه التشبع الرهيب اللي هم عملوه ده، سنتين بس نزل فيهم اكتر من 16 عمل فني، ازاي ده اصلا مارفل كلها في خلال 10 سنين عملت حاجة 20، فازاي 18 ينزل في سنتين بس، وكل الكلام ده. الاعمال كانت وحشة جدا معرفش ايه. بص انا متعود لما اسمع رأي اشوف الحاجة الاول وبعد كده نكون رأيي الشخصي. حلو ان احنا نطلع نزيد في الزيطة ونطلع نقول يا وحشة قوي، لان احنا عارفين لو قلنا على حاجة الناس كلها بتقول عليها وحشة واحنا قلنا عليها حلوة الكل هيسف علينا احنا، تمام. ولكن انا ما بخافش من السف. عندك كيس سف عايز تدلقه على دماغي، اهلا وسهلا بيك. بص انا هفصص معاك بمناسبة ان احنا بنعمل كل فيلم كده في التصميمات اللي احنا قصادنا ديت في التصميم ده، فهنتكلم عن كل فيلم على حدة او كل مشروع يعني ايه لوحده. نبدأ الأول، أول فيز 4 خالص بدأت بوان ديفيجن سنة 21 ولا 2020 كان امتى؟ 21 متهيألي، والله مش فاكر دلوقتي. المواعيد ضربت خلاص. بس المهم وان ديفيجن أول عمل فني لمارفل على ديزني بلس. مارفل لسه شايفة موضوع الكورونا كان لسه خلصان، أو يعني لسه يعني كنا في كده فيه مش خلصان ولا حاجة، وعايزة تتجه لفكرة التلفزيونات او يعني الاجهزة يعني العمل الفني ينزل على جهازك على طول مش في السينما الاول. عايزة تبقى زي نتفليكس لان هو ده وقت الفرجة في البيت مش السينمات. وده كان واضح ان اصلا اول 3 اعمال في ديزني في الوقت ده كانوا مسلسلات: وينتر سولجر، فالكون، لوكي، وون ديفيجن. فكل الاعمال دي هي مارفل لسه عايزه تجرب في فكره النتفليكس دي، وفي نفس الوقت هي عايزه امان، فاهم؟ فهنبدا الاول باول بروجكت خالص وان ديفيجن. وبصراحه اللي عنده كلمه وحشه عن وان ديفيجن بحب اقول له هو انت شفته اصلا؟ يعني انت متاكد ان انت شفت وان ديفيجن؟ وان ديفيجن كان خروج عن المالوف بطريقه تحفه. فكره المسلسل حلاوتها في ان انت، بصوا يا جماعه احنا بنحب مارفل، اوكي؟ مش بنتكلم ان احنا بقى كريزي فانز فان بوي والكلام ده، لا احنا بنحب مارفل لان مارفل بتقدم لنا تجربة سينمائية كده ايه حلوة، فاهم؟ بتشوف افكار حلوة، بتشوف قصة حلوة، صورة حلوة، بتشوف كده يعني ايه كبسولة سينمائية كده، خدماك حلو، خدماك صح. مش زي ما بنحس في دي سي، مش زي ما بنحس في الافلام العادية. هي افلام عادية قصص وبتاع مش عارف ايه، لكن ديت انت بتشوف عالم سوبر هيروز، بتشوف شخصيات شبهك، بتحس ان انت تقدر تريليت مع شخصية من الشخصيات دي، فهي بتعيشنا حلم حلو.
فكرة ان مارفل قبل كده كانت بتنزل بروجكتين بس في سنة واحدة، يعني عملين بس. يعني بصراحة احنا عايزين اكتر من كده. فكرة مسلسل، احنا دلوقتي بقينا خلاص، بقينا مدمنين مسلسلات. نتفليكس يا اما ترزع لك السيزون كله، حاجات تانية زي اتش بي او كل اسبوع حلقة، مش عارف ايه. مارفل كمان عايزة تتكلم اللغة دي. انا مش عايزة بس ابقى مجرد سينما بنزل فيلم كل سنتين، انا عايز ابقى زيهم. في نفس الوقت ده خلانا نبقى عايشين مع مارفل. كل اسبوع في حاجة لمارفل مدتها بس 30 دقيقة. يعني انا مش بشبعك فيلم كل اسبوع، انا بشبعك جزء من مسلسل. دي كانت حاجة حلوة قوي، يعني انا كنت مبسوط السنتين دول. there is always Marvel. ده ما خلانيش احس بتشبع ولا حاجة. فون ديفيجن كان تجربة حلوة. فكرة الازمان المختلفة، فكرة ان احنا نعرض في التلفزيون او على باشتراك، دي خلتهم يتجرأوا يجربوا افكار جديدة. افكار هتقع ماشي، بس افكار كتير نجحت. فون ديفيجن كان حاجة حلوة قوي، بناء لشخصية ووندا اللي هي اخيرا تبقى سكارلت ويتش الفيلن، او اللي بعد كده هنفهم ان هي مجرد انسانة قلبها موجوع مش اكتر. فالكون وينتر سولجر. فالمهم ده كلامي على وان ديفيجن. اوكي، قدم لنا اجاثا. عشنا فعلا بقول لك تجربة لمدة 5 اسابيع كانت حلوة قوي. مارفل معاك طول الوقت بكبسولات كده صغيرة حلوة قوي. فالكون وينتر سولجر كان مسلسل حبيته قوي لانه فعلا قربني من شخصية فالكون. انا ما بحبش فالكون على فكرة خالص، ما بحبش الشخصية دي خالص. بحسه كده شخصية كأنها اتحشرت في الفيلم. انا بحب طبعا باكي اكتر بكتير، تمام، يمكن بسبب الرابطة اللي بينه وبين ستيف، اوكي. لكن المسلسل ده خلاني اقرب منهم اكتر، خلاني احبهم فعلا. وفعلا انت عايش مع مارفل، فما حدش يجي لي في المسلسلات يقول لك الفيجوالز او الفيجوالز كانت ضعيفه او كده. احنا بنتكلم عن مسلسل، ما تنساش احنا بنتكلم في بادجت، ميزانيه مسلسل. ده مسلسل، فاهم؟ مش فيلم بلوك باستر هينزل يجيب بلايين في السينما. لا، احنا مش بنتكلم في كده، احنا بنتكلم في مسلسل هيجيب قليل، فمش هيتصرف عليه كتير، هو هيتصرف عليه برضه قليل. مشاهد كان شكلها يعني كده واكي شويه كده، بس يعني اوكي مقبول. في حاجات تانية بنشوف فيها مشاهد اغرب بكتير. فمش منتظرين نشوف ايرون مان 2 او ايرون مان 1 فيجوال افكتس، ما ينفعش، ده اتصرف عليه كتير لانه هيجيب كتير، فاهمني؟ ففالكون وينتر سولجر بصوا حلاوة المسلسلات ان هما بيستخدموها كخطوة جريئة، ان انا مش دافع فيها كتير، مش حاطط عليها امال كتير، فهجرب فيها براحتي، مش هبقى خايف، فاهم؟ فحلاوتها ان انا هقدم شخصيات من حتة تانية، مش محتاج تتفرج على فيلم كل سنة عشان تشوف في اخر لقطة ان انا ههنت واديك كده لقطة عن الفيلن الجاي وتستنى سنتين لحد ما تشوفه. لا، انا هنا برتب لظهور زي كده الثاندر بولتس اللي ظهر بدايتهم في مسلسل فالكون وينتر سولجر، فاهم؟ فهي خطوات، يعني المسلسلات يتعود على كده، هياخدوا فيها خطوات جريئة عشان تبني الافلام كبيرة، تمام. جينا بعد كده مسلسل لوكي. ده حاجة كده من الطراز الاول، حاجة كده محترمة بجد. طبعا يعني ده اتقل واحد فيهم كمسلسلات، ممثل سينمائي مش ممثل مسلسلات، هو ممثل كبير، حاجة حلوة قوي بصراحة. فمش هنتكلم هنا كتير لان هو بيتكلم عن نفسه. فيلم بلاك ويدو، انا ما كنتش متحمس بجنيه للفيلم ده خالص خالص. من اول ما اعلنوا عنه في 2020 انا مش عايز اعرف عن الفيلم ده حاجة. نزل الفيلم، شفت الفيلم حلو قوي، تمام، بعيدا عن مشهد الانفجار اللي في الاخر اللي كان شكله وحش قوي كفيجوالز. ولكن اخطاء الفيجوالز ديت، او يعني الرخص في الفيجوالز، انا مش عايز اتكلم فيه لاني مش عارف الاسباب بصراحه. بس هو اللي واضح بسبب، يمكن بسبب فعلا كتر البروجكتس، فكان في ضغط على عماله، يعني فلوس كتير وانا مش عايز اصرف كتير. فمش هيبقى عندهم مشكله انهم يعملوا مشهد انفجار واحد شكله وحش، فاهمني؟ ثانيه بس ناخد بق ميه كده. زائد انه انا مش عايز اقول زائد ولا حاجه، بس الفيلم نفسه
كان فيلم حلو في احاسيس، بقالنا كتير ما شفناش افلام مارفل فيها احساس اكتر من لان الفيلن اصلا وقيع، الفكره نفسها مش شديده قوي، فاهم؟ بس الفيلم مبني على احساس انه دي مش قاتله، دي مش معدومه الاحاسيس، هي انسانه، فاهم؟ فالقصه كانت حلوه. وات اف انا كنت بكرهه قوي كنت بتفرج عليه كل اسبوع على حلقه واقعد اكره فيه كل شويه. لحد دلوقتي بصراحه انا ما بحبوش المسلسل ده، ولكنه انا بحب فكره الوات اف، بحب فكره ماذا لو. انا بسال السؤال ده لنفسي في كل حاجه دايما طريقه، فانا عاجبني الفكره، لكن حاسس انها لسه يعني ايه، مش حاسه كده. شانغ تشي and the Legend of the Ten Rings، الفيلم ده حلو قوي. ده كأنه كان بلاك بانثر بتاع السنة او بلاك بانثر الاسيوي، من كتر ما هو فعلا اثر في الناس وحبيناه قوي زي ما حبينا بلاك بانثر 1. مسلسل هوك اي، عارف كلنا لينا اراء شكلها غريب ناحيته، بس برضه ما تنسوش ده هو حاجة اتعملت في الهوليدايز كده، حاجة اتعملت الكريسماس اللي فات. يا جماعة والله هوك اي مش شخصية مثيرة للدرجة دي، هوك اي مش جامد للدرجة دي، بس دي بقى حلاوته في المسلسل، ان هو بين لنا ان انا مش سوبر هيرو، انا واحد بقوس وسهم، بس انا ذكي، فاهم؟ هو دي حلاوة هوك اي، هوك اي ذكي، هوك اي محنك زي ما هيقولوا. فدي حلاوة المسلسل، ان هو ادانا هوك اي اللي ورا القوس والسهم، فاهم؟ لكن هوك اي مش جامد قوي عشان نبقى منتظرين فيلن جامد او مواضيع جامدة. اوكي البطل مش عارف اسمها، نسيت اسمها. كوميديتها سخيفة شوية، يعني انا ما حبيتش الاختيار بصراحة، ولكن اوكي يعني هي اطول من ان هي تكون برودوجي، او يعني اطول من ان هي تكون تلميذة لي. انا حاسس ان هي اطول منه اساسا. سبايدر مان نو واي هوم، احلامنا كلها اتحققت في الفيلم ده، الجمهور هو اللي مشى كلمته في الاخر. احنا شفنا فيلم فيه جرين جوبلin، دكتور اكتوبوس، ليزرد، ساند مان، الكترو، توبي ماجواير واندرو جارفيلد، بس كده. ما بس احنا كان مهم عندنا احنا نشوف المشهد ده على الشاشة. فلا، فيلم جميل. توم هولاند، انا بحب توم هولاند از سبايدر مان، حاجة حلوة قوي. الفيجوالز بتاعت الفيلم كانت حلوة الحمد لله، ما خدمونا في كل حاجة. دكتور سترينج كان فيه، شفنا اخيرا بيتر باركر ولابس العباية. عارف ان ده ما كانش رأيي عن الفيلم لما شفته، بس لما شفته تاني حبيته. مون نايت، مش هتكلم كتير، احنا بنحب مون نايت. دكتور سترينج in the multiverse of madness. هنا بقى الكلام يبتدي يبقى شكله غريب شوية. شوف يا ابن الناس، الفيلم ده اول ما شفته اول مرة خالص كان رأيي فيه كلمة واحدة: عبيط قوي. الفيلم ده لما شفته تاني مرة لقيت ان هو مش عبيط قوي للدرجة دي، ولكن انا كان عندي high expectations، كان عندي توقعات اعلى بكتير من اللي انا خدته في الاخر. لكن بعد كده لما شفته بعدها بسنة، ولا بعدها قصدي ب6 شهور، شفته تاني انا ما كانش عندي توقعات خلاص، فلقيت ان الفيلم كان حلو. ولكن مشكلة افلام السنة دي، يعني اوكي طبعا في مشكلة، انا ما بقولش ان هي شائبة، ما فيهاش شائبة يعني، ولكن مشكلة افلام السنة دي ان هي كانها بتركز على حتة صغيرة قوي كده، تحس ان هو موضوع صغير قوي عملنا عليه فيلم بحاله، فاهم؟ ده اللي انا حسيته. فموضوع دكتور سترينج مشكلة ووندا ان هي الموضوع كأنه بدأ فجأة من تحت الارض، فجأة انا بتحكم، فجأة في بنت عندها قوة، فجأة انا هجيبها، يعني فجأة بقينا بننقذها. فما بحبش الحركات دي، ولكن اوكي هو كان فيلم حلو، فيجوالز حلوة طبعا، شفنا فانتاستيك فور، شفنا كل الحاجات الحلوة اللي احنا شفناها فيه دي. اوكي نيجي لإثارة الجدل بقى عن بعد، مس مارفل. يا شوف يا ابني، ما تسمعش كلام حد ارجوك، اسمع رأيك انت واحكم رأيك انت. المسلسل ده ما عبش على المسلمين في بجنيه. المسلسل ده قدم المسلمين بصورة جميلة، المسلسل ده قدم ان الحكومة بتغلس على المسلمين شوية، انما المسلمين طالما معاهم الحق هيقفوا في وش التخين، فاهمني؟
انه ضد المرأة وما ضدش المرأة. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال ان المسلسل اظهر ان الاسلام ضد المرأة؟ احنا مطلعين نكية، شخصية صاحبتها المحجبة، او المحجبة ليها دور كبير في مارفل. المحجبة احنا مطلعينها ان هي هتبقى هي رئيسة مش عارف ان، او يعني الحاجة اللي هم كانوا عاملينها في المسجد دي، فاهم؟ احنا مطلعينها ان هي تبقى كده. احنا مطلعين انه مامة كمالا هي مش هي خايفة عليها، مش عشان احنا مسلمين. انا خايفة عليكي زي اي ام، زي اي انت مي وبيتر، زي انكل بن وبيتر، فانا خايفة عليكي. مطلعين الاسلام بصورة ان هو بيكبت المرأة. مين قال الكلام ده؟ ده شيخ الجامع اللي في المسلسل، اللي هو شخصية حلوة قوي في المسلسل، اللي هو شخصية جريئة جدا في المسلسل، هو اللي قال لها تنفتح وتطلع وتبقى السوبر هيرو اللي هي نفسها تبقى فعلا مس مارفل. ده شخصية إمام الجامع، إمام المسجد اللي في المسلسل. احنا عملناه ان هو الشخصية اللي امنت بيها وقال لها انطلقي، جو اون. ثور لاف اند ثاندر اوحش حاجة حصلت في الدنيا. انا شفته مرة واحدة وما اعتقدش ان انا لو شفته تاني ده رأيي هيتغير. الفيلم كان عبيط قوي، عبيط قوي يعني. احنا وبس بصراحة هي افلام ثور كلها عبيطة ورخمة بصراحة، الا راجناروك، لانه احنا حبينا راجناروك لان ثور 1 و 2 كانوا مملين قوي. افلام مملة فحت افلام مملة قوي، رمادي، خالية من القصص. احلى حاجة فيها كانت لوكي. فاحنا حبينا الفيلم بتاع راجناروك. تايكا وايتيتي جه حط الغباء كله بتاعه. انا بحب تايكا وايتيتي وبحب افلام تايكا وايتيتي قوي قوي قوي، لكن في فيلم راجناروك عمل جو جميل في الفيلم، كأنهم بقى عجبتهم الفورميولا دي او الفكرة بتاعت تايكا وايتيتي دي، راحوا ضربينها في 10. رحنا عاملين ثور لاف اند ثاندر، احنا ضربناها في 15 مش 10 بس. فعملنا في الاخر فيلم كان فيه غباء بس ما فيهوش حاجة. انا ما حبيتش حتى ظهور ناتالي بورتمان، حسيته برضو كأنه كان حاجة ملهاش لازمة خالص. كريستيان بيل انت صعبان عليا قوي ان انت جيت في الاخر في عمل اهبل كده. انا بعشق كريستيان بيل، حرام عليكم. واخيرا كان هيبقى في مارفل حرام بقى. شي هالك، يلهوي عارف ان رأي الناس فيا هيتغير 180 درجة بعد اللي هقوله ده، بس شي هالك كان مسلسل حلو. بالراحة بس بالراحة، اسمع بس واسمع وافهم كلامي. شي هالك كان مسلسل يا جماعة، افهموا، مش لازم طالما فيلم المارفل يبقى طخ ورزع وضرب وسوبر هيرو بيو 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 بيو. لا، مش عايزين ننسى الجارديانز يا جماعة. افلام الجارديانز في البداية كان شكلها عبيط قوي، بس هو فيلم حلو، فيلم كوميدي خارج عن النطاق المألوف لأفلام السوبر هيروز. I can do this all day. لا، أفلام زي شي هالك كان، بص احنا مش عايزين ننسى، احنا دلوقتي في فترة تقبل الجميع. المرأة ليها الحق، المسلمين ليهم حق، الآسيويين ليهم حق، السمر ليهم حق، كل الحاجات دي. فاحنا عايزين نعمل حاجة بطولة نسائية بتتكلم قوي على الأمور النسائية قوي، فعملنا شي هالك. اوكي، عارف ان احنا كذكور ما بنفهمش الكلام ده جدا، ولكن المسلسل حلو من ناحية مسلسل. اوكي، مون نايت على فكرة، مون نايت مش شبه حاجات مارفل. مون نايت هو المسلسل الوحيد، العمل المارفلاوي الوحيد اللي ما تمش فيه ذكر اي حاجة ليها علاقة بافلام تانية او مسلسلات تانية، ولا ظهر فيها نيك فيوري، ولا ظهر فيها اي حد. مون نايت كأنه مشتق ملوش دعوة باي حاجة، كأنه انتاج سوني فشي هالك كان مسلسل حلو كمسلسل لوحده، عشنا فيه تجربة كده 9 حلقات كده having fun chilling، فاهم؟ قاعد كده مستريح كده بتتفرج على حاجة عمالين نتريق فيها على مارفل، هم نفسهم بيتريقوا على نفسهم بحكاية كسر الجدار الرابع وان هي بتكلم الكاميرا. حاجة حلوة جدا، حاجة كده في الروقان. جالنا دير ديفل، خلاص بقى ريح بقى الله جالنا وونج 40 مرة. ابومينيشن شفناه هو شخصيته الجديدة تحفة. ابن هالك، انا مش عايز اتكلم عن قصة شعره، بس احنا كلنا عارفين مين اللي بيحلق في سكار، الله يرحمه بقى. وير وولف باي نايت، عظمة. لا، حلو قوي بجد، حلو قوي بجد. حاسسين ان انا فعلا بتفرج على فيلم خمسيناتي. انا بتفرج على افلام خمسيناتي اجنبي كتير قوي، انا بحب الافلام الخمسيناتي قوي. جو ابيض واسود حلو قوي. التلوينه اللي حصلت في الاخر زي فيلم ويزرد اوف اوز، تحفه، بتاع الثلاثينات، كانت حلوه قوي. وكاندا فور ايفر كان رايي ليا فيه رايين وانتوا نفسكم سمعتوهم على تيك توك.
وكان ليا فيه رأيين، ولكن الفيلم ده حلو. حسيت بفراغ طبعا، لاني حسيتني كاني بتفرج على الممثلين المساعدين بيعملوا فيلم من غير البطل، بس كان فيلم حلو. Guardians of the Galaxy Holiday Special ده كان حلو قوي بصراحه، وان مانتس تطلع اخت ستار لورد ده احساس احلى بكتير. فدي كانت فيز 4، اتفرج عليها تاني يمكن هتلاقي رايك اتغير، هتحس باحساس مختلف، بس راي الناس اللي حوالينا هو اللي بيأثر فينا قوي. تمام. ده كان يوسف تي تي بيتكلم على قناته على يوتيوب عن افلام مارفل، وفي نفس الوقت بيعمل تصميم عن افلام مارفل. لو عايز تتابعني على تيك توك انت لازم تتابعني، انت مالكش اختيار انت تختار او لا، انت هتنزل دلوقتي تختار انك تعمل لي فولو على تيك توك. جدا انا بعمل كل حاجتي دلوقتي على تيك توك انستجرام وتيك توك، ماشي @يوسف تي تي. هتلاقي اللينكات تحت في الديسكربشن، وكل حاجه بتنزل عليه، كواليس الحاجات كلها بتنزل على تيك توك. ها ماشي، نعمل تفاعليات كده على انستجرام، كل التصاميم بتنزل على انستجرام. كان معكم يوسف محمد من قناه يوسف تي تي، اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بحبكم قوي، شكرا ليكم ان انتوا استمعتوا لي. مرحب بالاراء طبعا تحت، بس طبعا مش معناها ان انا هقتنع بيها كلها. اوكي، اشوفك على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.